ازيكم؟ واحدة من اسهل واسرع المقرمشات اللي ممكن تعمليها في البيت. حرفيا هتاخد معاكي دقايق قليلة قوي، وفي نفس الوقت طعمها حلو جدا، وهتغنيكي ان انت تشتري حاجات كتير من بره، وفي نفس الوقت كمان رخيصة. هبتدي معاكم في الطريقة على طول. اللي انتوا شايفينه قدامكم ده مشهور قوي عند العطار باسم الفنكوش، او المقرمشات اللي بتتقلي في الزيت. هو نفس الشكل كده، بتجيبيه وده بيتباع بالكيلو. انا جبت ربع كيلو، وحرفيا الكبشه او الكبشتين اللي بتاخديهم بيملوا لك ممكن صينيه كبيره كده. المهم ان انا جبت طاسه. عندي اهم حاجه ان حاجه تكون واسعه والحرف بتاعها عالي، عشان هو بيفور وممكن يطلع معاكي بره الطاسه. حطيت فيها شويه كده من الزيت، ونزلت بكبشه واحده، ما تكتريش عشان هو بينفخ وبيملى المكان معاكي. المهم ان انا لما نزلت المقرمشات دي كان لازم أن يكون الزيت سخن جدا، عشان هي حرفيا بتاخد ثواني على النار، من حوالي كده 5 ثواني ل10 ثواني، وبتنفخ زي ما انت شايفة كده. ما تستنيش ان هي تاخد معاكي لون ذهبي، لان لما بتاخد اللون الذهبي بتنشف معاكي زيادة عن اللزوم. يعني انت طلعيها وهي لونها ابيض كده، وهتبقى برضو مقرمشة معاكي. المهم ان انا اكتفيت بالكميه اللي انا عملتها دي، وحرفيا ملت معايا صينيه، وانتوا هتشوفوها دلوقتي الكميه اللي طلعت كامله. اهم حاجه بس اصفيها من الزيت كويس جدا، وهي اساسا ما بتشربش زيت. انا قسمت الكميه اللي انا عملتها جزئين. جزء منه دي توابل موجوده عند العطار، اسمها نكهه الجبنه، وعنده نكهه الشطه والليمون، وعنده نكهه الكباب والفراخ، عنده كذا نكهه. شوفي انت الطعم اللي انت بتحبيه وهاتيه. حطيت بس معلقه كبيره من كل نكهه عشان بيبقى طعمه قوي جدا. دي كانت نكهه الشطه والليمون. حطيت معلقه كبيره كده، وبعدين قلبت كويس جدا، ولو حبيتي تزودي بعد كده مفيش اي مشكله، بس هي معلقه كبيره بتكون كفايه. طبعا انا حطيتهم هما الاتنين مع بعض، اللي على الناحيه اليمين ده بالجبنه والناحيه الشمال بالشطه والليمون. طعمه حلو قوي، مش شارب زيت. جربوه هيعجبكم جدا، واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد.